تفضل يا أخي كمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا. تحياتي لكم جميعا. سلام الله عليكم. يا أخي والله ماذا أقول لك؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. يعني أنا ما يحز في النفس أخي أسعد هو يعني سبحان الله عندما نقدم التعازي لهؤلاء يدعون أننا إنما نفعل ذلك مراء أو مرية، ويعني أن التعزية غير يعني أنتم يا مقبولة. أخي كمال عموما أنتم مذمومين، عزيتوا ولا ما عزيتوا؟ إن عزيتوا قالوا أنتم تتشفون، وإن سكرتم يقول لك ما عزينا، يعني مشكلة. أخي أسعد، فاصدح بما تؤمر. نحن عندما نعزي فإن ذلك من تربيتنا ومن أخلاقنا ومن تعاليم ديننا. فأنا أذكر هؤلاء بقول ربنا عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. نحن نعزيهم لأن ذلك واجب، ونحن نعزيهم لأننا كرام. فما ضر أن يعزي الكريم لئيما أن صاحب المهلكة الله كان لئيما. الله والله ما الله ضرنا. الله. نعم أخي. عيد أنا سمعت. العبارة. عيد العبارة. فما ضر أن يعزي الكريم لئيما. نعم أخي الكريم. أوف أوف أوف، قاسية قاسية قوية. هذا هو، لأن الإنسان والله يعني يحس بنوع من الإحباط إذا جئت بنية صافية لتعزي في إخوانك. عموما أخي، هم شهداء المسلمون، وهؤلاء إخوتنا. وأنا أتذكر يا أخي أسعد وأذكرهم جميعا، يعني وأذكر الجميع للأمانة بقول سيدنا علي بن أبي طالب لمن كان في عدوه عندما جاءه أصحابه وقالوا له: ما تقول في هؤلاء؟ قال: بل إخواننا بغوا علينا. أنا أقول لهم: أنتم إخواننا في النهاية ولو بغيتم علينا، ونحن إخوانكم ولو يعني بغينا عليكم. هذا هو الأصل أخي أسعد. أنا يعني والله عندما أستمع لأمثال عزيز هذا والله أستغرب كيف يستقيم المعنى واللا معنى في جمجمة واحدة، وكيف لا يستقيم الشيء ونقيضه في جمجمة واحدة. الأمر غريب جدا. أنا يعني عندما يقول هذا الرجل أن الأمر عقائديا وأن دعمنا لفلسطين هو من العقيدة، أنا أستغرب كيف يدعون ذلك بتقسيم السودان وبتقسيم تيمور الشرقية الصليبية ضد السودان العربي والمسلمين وضد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية، ثم يستكنفون أن يدعموا كوسوفو أكبر دولة إسلامية. وأنت تعلم كيف يعني جانكوفيش سفير صربيا في الجزائر قبل عام تقريبا عندما جاء إلى تبون وقال له: نعرب عن امتنان الدائم لموقف الجزائر الداعم لوحدتنا الترابية. كيف يستقيم الدعوة إلى الإسلام والعروبة والإباء ويعني النخوة الإسلامية والأمر الرباني فينا، ثم ها أنتم تدعمون الصين في وحدتها الترابية ضد يعني إخواننا المسلمين في تركستان من مسلمي الأيغور، ضد مسلمي كوسوفو. كنتم ضد الشيشان سنة 1992، هذا لا ينساه التاريخ. كنتم ضد الأفغان في تحررهم ضد الاتحاد السوفيتي. وأنا أقول لهؤلاء الذين يدعمون فلسطين: زعموا. والله إن كنتم تعتقدون أن دعم فلسطين ينطلق من تقسيم المغرب ومن تقسيم السودان إلى جنوب السودان إلى سودان شمال وجنوب السودان وتقسيم إندونيسيا وسبحان الله الدعوة إلى الوحدة الترابية للدول الصليبية غير مسلمة، فأنتم والله تخدمون الصهاينة شئتم أم أبيتم. وأنا أقول لهم أخي أسعد: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي يا أخي، لماذا؟ أنا أحييك بصراحة أخي كمال. الله 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 الله. شوف المداخلة عندما تكون بتأصيل شرعي يكون لها قوة. بصراحة أخي كمال، أنت إضافة جيدة، إضافة ممتازة وجديدة لللايفات. أنا أتمنى أن تتواجد عندي باستمرار. نستفيد منك يا أخي بهذا الطرح الراقي والجميل والرائع، وإن شاء الله أنهم يفهمون كلامك. وإن كلامك واضح، لا تريد لا مناكفة سياسية ولا شيء، أنت عندك بعد ديني جميل ورائع. أعتقد أن اللايف كان ختامها مسك فعلا مع الأخ كمال.